السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجد ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من تطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه او اس مابس. التطبيق ده مساحته 33 ميجا وحمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق اول حاجة لازم تعرفها عن التطبيق ده موجود في دولة انجلترا او المملكة المتحدة. من خلال التطبيق ده بتقدر تستفيد منه ان انت لو بتمشي المسافات طويلة او بتجري او بتمشي في الطرق اللي هي الغابات او المناطق الاستوائية او الجناين او الاماكن المخصصة للمشي او الاماكن المخصصة للجري او بتعمل رياضة. فالتطبيق ده بيقدر يفيدك ويقدر يساعدك بحيث ان انت لو عايز تخطط لرحلة او تطلع تمشي او تجري او كده، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده تعرف المناطق او الاماكن المخصصه. كمان بالنسبه مثلا لو انت تهت داخل المكان اللي انت ماشي فيه او داخل الادغال اللي انت فيها او داخل الغابات او داخل الاماكن دي، فانت بتقدر تعرف اقرب طريق اللي يطلعك للطرق الرئيسيه. كمان بيقدر يعرفك الطرق الممهده اللي انت ينفع تمشي فيها او الطرق اللي انت ينفع تجري فيها، لان بيكون في طرق مثلا فيها برك، فيها مستنقعات، فيها اراضي غير صالحه للمشي او الجري. بيكون مثلا فيها حصو، فيها حاجات ممكن مثلا تعور اللي ماشي ما يعرفش يمشي عليها، اماكن ممكن يغرس فيها. فهو بيعرفك الطرق الصالحة للمشي او الطرق الصالحة للجري. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق كله بيكون باللغة الانجليزية ما فيهوش لغة عربية. بالاضافة كمان للتطبيق موجود في انجلترا بس مش موجود في اي مكان تاني في العالم. بس كده يعتبر بس شرح التطبيق. بالنسبه لمميزاته والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين رسم لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فايتها تسمع القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.